اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة وسهلة، تنفع غدا أو عشاء في أي وقت تتعمل. سهلة وبسيطة ومقدرها موجودة في كل بيت. معايا بطاطس متقطعة مكعبات، معايا بصل، معايا طماطم، معايا فلفل، طبعا معايا البهارات. معايا بقى على الطاسة على النار كده. الأول نشوف هنعمل ايه. فيها زيت سخن. طبعا هننزل اول حاجة كده بالبطاطس. نحمر البطاطس كده تشويحتين كده نحمرها. نقلب بقى كده ايدنا فيها على طول لغاية ما هتحمر وتدينا لون. سهلة جدا يا جماعة. لو محتارة ومش عارفة تطبخي ايه او تعملي ايه، طبعا البطاطس موجودة في كل بيت والطماطم والحاجات دي موجودة في البيت. احمرها واعمل ايه، هنطلعها طبعا. هطلعها من الطاسة واقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، دخلت معايا كده في مرحلة التحمير. كده بقى انا هطلعها كده، اللون ده كده حلو. مش هحتاج احمر اكتر من كده. ممكن تطلعها على منديل عشان تصفي الزيتة بتاعتها. هي كده كده هرجع تاني احطها في الطاسة، بس الوقت هنشوف هنعمل ايه. نفس الطاسة هي في قلبها الزيت، هننزل بالبصلة نشوحها. شوحي البصلة معاكي لغاية ما تدبل، او مش تدبل او يا دوبك دبلان بسيط كده يعني. واقوم نازلة معايا بالطماطم بعد كده. الفلفل اسفة، اول حاجة الفلفل برضه هياخد تشويحة. كل حاجة كده هتاخد تشويحة 5 دقايق معاك على النار. شوية بقى فلفل اسمر، ونحط الملح بتاعنا. تحط البهارات اللي انت عايزاها، تحط كمون، تحط كزبرة، اه تحط حبهان باودر زي ما انت عايزة. بس هي الاكلة دي فلفل اسمر وكمون وكزبرة تبقى حلوة قوي. مش عايزة يعني افتكاسات ولا عايزة بهارات زيادة. هنزل بقى معايا بالطماطم. برضو هلوحها كده ايه مع الفلفل والبصل كده برضو 5 دقايق تدبل معايا. اغطيها بحاجة تدبل معايا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ممكن تحطي بقى هنا معلقة صلصة كمان عشان تعزز اللون معاكي وتديلها طعم احسن كمان. وبرضه ممكن تستغنى عن معلقة الصلصة، يعني تبع ما انت ده حاجات حريتك يعني. اغطي عليها. ايوه. تاخد بس كده مع نفسها كده. شوف الطماطم معايا دبلت اهين. انزل بعد كده بقى بايه بالبطاطس تاني. هحط البطاطس تاني، هحط البطاطس تاني. والله يا جماعة اكلة سريعة وسهلة جدا، مش تاخد منك يعني 10 دقايق. اقلب كل ده كده مع بعضه يا جماعة. والله بقى الريحة والطعم جميلة جدا. خلاص كده هي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا يا جماعة كمان 4 بيضات. هنعمل ايه بال4 بيضات بقى؟ تعالوا نقول لكم نعمل ايه بال4 بيضات. هنفقش كده، نوسع مكان لكل واحدة ونفقش ال4 بيضات. بص بقى، عايزة تسيب ال4 بيضات بنفس الشكل كده تسيبيها. عايزة تقلبيهم في قلب البطاطاية عادي. شوفوا انا بس يا دوبك ايه، قلبت الصفارة بس كده وفردتها، بس حاجة بسيطة في نفس المكان بتاعها كده. بس كده خالص، مفيش اي حاجة، بحيث ان البيضة بتاعتنا تبقى كلها على الوش. انزل بقى بشوية ملح، شوية فلفل اسمر. اغطي عليها بقى ايه
تستوي، مفيش 5 دقايق تستوي كده لما تبدأ تمسك نفسها. اقوم انا بقى عندي شوية جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، اي حاجة اللي عندك حطيه. عايزة تحطي زيتون برضو على وشها حطي. انا هنا معايا جبنة موتزاريلا ضفتها على الوش وخلاص على كده. واحلى اكلة وبالهنا والشوفة. شوفي شكلها جميل ازاي، الله بقى على طعمها، الله الله الله، بجد طعمها تحفة. جربيها وقولوا لي على رأيكم فيها. جميلة جدا. شكرا لحضراتكم.